لقجع واعر هذه على بالنا بها. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اولا نشكر اللاعبين اللي كانوا شغل لعبوا بحراره الماتش اللي فات وربحنا الحمد لله. الماتش الجاي هو ماتش صعيب بزاف، لازم شوف ما يخفاكش بلي الكولاسه صعيبه، المره الكاسعه في الكولاسه، هذه الحاجه الاولى. حاجه ثانيه اتحاد العاصمه لازم يكونوا بري فيزيكمون بري تاكتيكمون سيرتو فيزيكمون، باسكو الماتش يتلعب 90 دقيقه وقادرين نروحوا. احنا ماناش حابين هذاك الشيء كما يقولوا، قادرين نروحوا ضربات الجزاء ماناش حابينهم. يا شفنا عوده جماهير الاتحاد تحدو مجددا في المدرجات، كان جمهور غافر. شوف انه اتحاد العاصمه يعول على الجماهير. شوف كما نقولوا احنا مادام الحمراء برجالها ما يصادفها يوم حزين. احنا الياس ما هكذا بكري، احنا شغل مدرسه في التشجيع معروفين عالميين من سنوات الستينات السبعينات الثمانينات. الاتحاد جامي يموت، جاو جروب ميلانو، جاو البهجه، يجوا كامل. حنايا زرنا شغل الياسمه معروفه ماركه عالميه كما يقولوا. احنا باذن الله الانصار يديروا اللي عليهم، لي جوار ماذا بينا برك يفرحونا. هذا ما كانوا في النصف النهائي حيشوفوا حاجه خير بزاف وفي النهائي باذن الله. وسلام عليكم. المباراة ما راح تكون سهلة، مباراة راح تكون صعبة على الطرفين، الأكثر راح تكون من الجانب المغربي، تلقي هدفين ليس بالسهل. الفريق حنا تاعنا كما يقولوا راهو حاضر وراهو ليك بريزون، راه بكلش. الأنصار راهم في المستوى، راهم كما راك تشوف نصف النهائي، نقدر نقولوا هما رجل المباراة دون تقليل من قيمة الطاقم الفني ولا واش قدموا ولا اللاعبين. كانوا الأنصار حاضرين، قدموا داروا خدمتهم كما لازم. اليوم كما راكم تشوفوا بزاف انصار خلاو خدمتهم، احنا منهم خلينا خدمتنا. كاين اللي راطا نص خدمته، كاين اللي راح يتاخر هكذايا، راهم قدموا كاع واش عليهم. ان شاء الله اللاعبين يكونوا حارين برك. نعرفوا مباراة ما راهي سهلة، اجواء ما راهيش راح تجرى في اجواء عاديه، اجواء مكهربه، بلا ما ندخلوا في الامور سياسيه نخليهم لما ليهم، على بالنا واش راح يعيشوا الفريق. ولكن هذا الشيء ان شاء الله ما ان شاء الله هذا الشيء ماهوش راح ياثر علينا. حاجه ثانيه النقطه الايجابيه وجود بن شيخه اللي راهو يعرف المغرب، عنده 10 سنين في التمه، اللي راح يكون كما نقولوا النقطه المضيئه. هو فضل تنقل 4 ايام قبل المباراه، هذه 4 ايام قبل المباراه، هذه نقطه ايجابيه. نطلبوا ثاني من بعض المسؤولين يساعدوهم، على بالنا واش راهو ينتظر الفريق هنا تما، امور كواليس نعرفوا صراحه. هذه ما تكوبياش اخي، الاتحاديه تاعنا ضعيفه بزاف في الكواليس. الفريق من غير انصار والطاقم الفني لاعبين ما كان حتى واحد راح يوقف معاه، ومباراة راح تميز بالاندفاع البدني، يعني كما يقولوا مباراة رجال. الفريق كما قلنا راهو لاباس، الانصار راهم حاضرين بقوة. ان شاء الله اللاعبين يجيبوها ورانا معاكم. جوز كوبو يعطيكم الصحة. ان شاء الله ندوها الياسمة. فيفا الياسمة، فيفا الله يسمع. عودة جماهير الاتحاد العاصمة المدرجات تحدو من جديد. تشوف انه هذا الشيء راح يساعد باش الاتحاد يحقق لقب كاس الكاف العام. ان شاء الله ندوها، والاتحاد والشعب تاع الياسمة غني على التعريف، وان شاء الله نتكاليفاو ونهدوها. ان شاء الله ندوها لبن حمودة ربي يرحمه. سيفيري راح تكون مباراة صعيبة، لازم المدرب عبد الحق بن شيخة الذي عنده خبرة في البطولة المغربية لمدة 10 سنوات لازم عليه يقرا المنافس مليح، ويقرا على باله واش راه يستنى فيه من ضغط منا. الامور ماهيش سهله تكون في الرباط. نطلبوا من اللاعبين يلعبوا من نفس الحراره اللي لعبوا فيها لنا في 5 جويي، وحنا الياس ما نقدروا لها نورمال، يعني كاش كامل مشكل. زويجه ونجو جايين ان شاء الله. بيان سور كما شفتوا في المدرجات حماة النادي لن يستكينوا حتى يرى ارثنا النور مجددا بالعقل. والياس ما لي سيبورتو تاع الياس ما ماركان مفقوده، تعرف من بكري معروفين ماشي من اليوم، واليد في اليد ونولوا كامل. ونطلبوا من الانصار ما يكونوش تاع مناسبات، هذا ما كان. اللي يحب يجي يشوف الياسما يجي يعرف السطاد ويعرف منين يشري تيكي ويجي. وتحيه للياسما هذا العام عامنا وتقعد عندنا.